بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال. لو اول مره تشوفي قناتي، دي قناه السيده حسن، يا ريت تشتركي فيها عشان خاطر انا بقدم لك وصفات وتدبير في البيت وتنظيف وروتينات ومشتريات ان شاء الله باذن الله تكوني تعجبك القناه. يلا بقى نشوف اول اكله عندنا، ودي طريقه العدس ابو جب. تعالوا بقى نعمله. دي اكلات من الاكلات البسيطة خالص، ممكن ب15 جنيه ربع عدس وتعملي وجبة النهاردة سريعة كده وسهلة. وهنا هنعمل كمان جنبها بتنجان مخلل. وانا بقول المكونات دلوقتي. احنا عندنا ربع عدس وبصلاية وتوم و3 معالق لسان عصفور، وعندنا طبعا التوابل بتاعتنا. تعالوا نشوفوا الطريقة سهلة جدا، وانا عارفة ان كل واحد ليه طريقته، بس دي انا بقدم فكرة كده بسيطة ليكي. احنا اول حاجة هنعملها، هنجيب بصلاية متوسطة. البصلة هنحطها في شوية زيت، يعني 4 أو 3 معالق زيت، ما تكتريش الزيت كتير. وبعدين بنشوحها كده البصلة لغاية ما تصفر شوية. يلا بقى، لو ما صليتيش على الرسول عليه الصلاة والسلام النهاردة، يلا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واحنا واقفين كده في المطبخ نسبح ونقول اذكار عشان ربنا يحفظك ويكرمك في بيتك. يلا بينا يا حبايبي. دلوقتي البصلة اهي اصفرت معانا، انا بقلبها اهوت وايه لغاية ما تصفر شوية، بس مش تحمر، يعني تصفر كده بالراحة خالص، ولونها يبقى فاتح شوية مش غامق. بعد كده هنجيب العدس اللي احنا نقعناه قبل كده وهنحطه، هنقلبه شوية في البصلة. وبعدين انا هنا حطيت 5 كوبايات مية او 4، يعني حسب العدس والسوا بتاعه. طبعا انت هتشوفي السوا بتاعه عشان فيه بيبقى محتاج سوا اكتر. فاحنا هنحط 4 كوبايات على ربع العدس او 5 كوبايات، براحتك لغاية ما تشوفي السوا بتاعه كويس. هنحط كده ال5 كوبايات مية، وهنسيب العدس كده يغلي شوية غلوتين زي ما احنا شايفين كده. العدس ابو جبة من الاكلات الجميلة. هنحضر دلوقتي البدنجان. طبعا كل واحد ليه طريقته. انا هنا جبت قرنين فلفل اخضر، ودول اللي كانوا حراقين. حطيت عليهم شوية توم وشوية ملح، وسلقت البدنجان. طبعا كل واحد ليه طريقته، بس دي طريقتي اللي انا بحبها واللي انا بعملها، ومش يعني بيبقى خفيف كده مع الاكل بتاعنا. دلوقتي هنمسك البدنجان زي ما احنا شايفين كده، غسلناه كويس طبعا وسلقناه وفتحناه، وبنحط اهو الفلفل مع انا دقيت معاهم توم وحطيت شوية ملح. وزي ما انتوا شايفين كده احنا بنحشي البدنجان اهو. وبعد ما هنحشيه انا محضرة ليمونة، ومحضرة كمان 3 أو 4 معالق خل هنحطهم عليه ان شاء الله، هيبقى احلى مخلل والله، طعمه جميل ويمشي مع الاكله دي. يا ريت يا جماعه، اليومين دول الاسعار غاليه جدا، فاللي يقدر يوفر في اي حاجه يوفر. ودي كمان اكله جميله وموفره معاكي، يعني حوالي 20-30 جنيه هتعملي بيهم. هتجيبي 15 عدس، والبدنجان هتجيبي نص كيلو او كيلو حسب. انا هنا كنت جايبه نص كيلو. وهنا مسكت ليمونه كبيره كده وقمت عصراها عليه انتوا شايفين، وحطيت بقى شوية خل عشان خاطر يديله طعم جميل. طبعا لو انت مش عايزة فلفل حاجة عادي، ممكن تجيبي فلفل كوبي عادي وتخلطيه لو عندك كبة. بس انا هنا ما عنديش كبة، فدقتهم في الهون وحطيت الخل بقى وقفلت عليه الغطا بتاعه، هيبقى جنب العدس. طبعا احنا لسه سايبين العدس على النار. تعالوا نكمل بقى. ايوه كده. يلا بقى، ما تنسيش اللايك والاشتراك لو وصلت لغايه هنا. هنا بقى العدس كان غلى خلاص وقرب على السوا، فحطيت 3 معالق من لسان العصفور او 4، بس احنا يعني ممكن تحطي 3، انا حطيت 3. وهنا كان معايا توم وكمون وملح، طبعا دقتهم. ولو عايزه تحطي حبه شطه حطي برضو، بيخليه جميل والله وريحته زي الفل. بعد كده ايوه بصوا، ده الاكل بقى قطعت العيش. وهنا بقى كان العدس استوى وكان جميل جدا والله، وكانت اكله جميله وموفرة، وممكن تدبري يوم لو مش عايزة النهاردة تكلفي نفسك في الوجبات. تعالي بقى نخش كمان على العجة الجميلة دي. بصوا منظرها الجميل. المكونات عندنا 4 بيضات، لو عايزة تحطي 200 أو 3 براحتك. كمان عندنا 4 طماطميات أو 3 طماطميات، بصلاية كبيرة، عندنا حزمتين بقدونس أو حزمة براحتك برضو، و3 معالق دقيق وملح وشطة وفلفل.
وطبعا انا كمان كوبايه ميه كده عشان نعمل بيها وشويه زيت. بصوا حبايبي، البهارات لما تبقى ملح وفلفل اسمر او شطه بتبقى جميله والله. مش لازم نحط توابل وبهارات كتير في الاكل، بالعكس ده هو الاكل كل ما تحطي فيه بهارات اقل بيبقى طعمه احسن. تعالوا بقى يا حبايبي كده هنشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه هنعملها، معلش هو الكاميرا فصلت مني، بس احنا هناخد البصلايه هنحمرها بس مش تحمير كبير، يعني يا دوبك تصفر، وبعدين هنحط عليها الطماطم وبعدين تتسبك، وبعدين احط عليها اخر حاجه البقدونس والملح والفلفل الاسمر. معلش دي كده احنا عملناها على النار، بس هسيبها تبرد شويه لغايه ما اعمل مكونات بقى الايه البيض مع الدقيق. وهنجيب صينيه حلوه كده ندهنها دهنه زيت. اول حاجه هناخد 4 معالق او 3 معالق الدقيق زي ما انت حابه يعني الدقيق، وبعدين هنقوم حاطينهم كده ونحط عليهم شويه ميه. هنشوف مع بعض دلوقتي. برضو لو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك. هناخد الدقيق اهو زي ما احنا شايفين، وبعدين هنقوم حاطينه، وبعدين هنحط طبعا ميه نخففه بيها، وبعدين نحط عليهم البيض. لو عاوزين حلويات للمدارس او حاجات تفيدكم في المدرسة اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله هنزل لكم فيديو يكون فيه كيكات وحاجات كتيرة للاطفال، عشان خاطر مش كل يوم ندوم سندوتشات وايه ويزهقوا. تعالوا نشوف مع بعض اهو الدقيق وهنحط عليه المية زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعدين بعد ما هحط المية هخليها تبقى سايلة، يعني عجينة سايلة كده، وبعدين هحط عليها الايه ال4 بيضات او ال3 بيضات او البيضتين. لو انت عايزه تعملي صينيه صغيره براحتك، عدد البيض ده في ايدك، يعني انت ممكن تحطي بيضتين او 3 او 4. بس على فكره دي اكله جميله جدا ومليانه فيتامينات للولاد، وكمان فيها البروتين اللي لازم ليهم. كل ما تزودي طبعا البيض ده القيمه الغذائيه بتاعتها بتبقى عاليه. طبعا احنا ما ننساش الاكلات القديمه دي الحلوه اللي كانت ماما بتعملها لنا. العجه والله انا كل ما اروح عند ماما اقول لها ماما اعملي لي عجه. العجه جميله. وطبعا لو عايزه تحطي في الخلطه بتاعتنا قرن فلفل حراق برضو مع الطماطم والبصل براحتك، انت لو عايزاها تبقى سبايسي وحراق. هنا برضو هنحط معلش انا هنا حطيت حبه فلفل اسمر برضو وانا بضرب، بس متهيألي ما ظهرتش. ايوه. وبعدين ولو حتى ما حطيتيش عشان زفرت البيض، بس انت كده كده حاطه ملح وفلفل اسمر في المكونات اللي احنا عملناها في الطاسه بتاعتنا. احنا كده عملناها بصوا يعني تبقى عجينه كده خفيفه زي عجينه الكيكه كده، ما نسيلهاش قوي، زي كده اللي احنا بنعملها للكرنبي. بصوا حبايبي هنا يا دوبك هضربها كده بالمضرب، اي مضرب عندك او بالمعلقه، بس خليها زي ما انتي شايفه كده. وبعدين هحط عليها المكونات بتاعتي اللي هي الطماطم والبصل والبقدونس، بس خلي بالكم حطوا البقدونس في الاخر عشان يفضل لونه اخضر وجميل. هنحط المكونات اللي احنا عملناها في الطاسة دي وهنحطها على العجينة اللي احنا عملناها بالبيض، وبعدين هنقلبها كويس، بس تكون بردت طبعا، مش عايزينها تكون سخنة عشان البيض ما يتعملش معاك. هنا بقى كانت بردت اهي وقلبتها، وبعدين ان شاء الله باذن الله هنحطها في الفرن. في ناس بتقليها في الطاسة من فوق البوتاجاز براحتك، يعني هي ليها طريقتين، بس انا ساعات ببقى بستسهل. طبعا الناس اللي بتيجي من الشغل تعبانة فهي ممكن تحطها على طول في الصينية وتحطها في الفرن، مش هتاخد منك دقايق. دي صينية كنت مسحاها كده بالزيت، وبعدين حطيت فيها المكونات بتاعتي وهنحطها في الفرن في درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط في الفرن، وهنخليها لغاية ما وشها كده يتحمر ويبقى جميل. عايزة تولعي الشواية عليها بعد ما تخلص 10 دقايق بس مش كتير، يعني يا دوبك كده 5 دقايق ولا حاجة. ودي منظر العجة اللي احنا عملناها، وطبعا عملنا جنبها شوية مكرونة. عايزة تاكليها كده سندوتشات للولاد برضو جميلة. عايزة تحمري جنبها بطاطس برضو حلوة. احلى حاجة ان هو اكل مفيد وصحي لولادنا وهيعجبهم جدا، هي شبه البيتزا. تعالوا بقى نخش كمان مع بعض، عايزين نعمل البيض العيون. البيض العيون ده اللي هو يعني بيض كده معمول بالبصل زي ما احنا شايفين كده. عندنا طماطمتين او 3، وعندنا قرن فلفل او قرنين فلفل مثلا، واحد كوبي وواحد حراق، وملح وفلفل بس، وبصلاية كبيرة، والبيض حسب افراد العيلة، يعني لو 6 هتعملي 6 بيضات، لو 4 تعملي 4 بيضات. كل واحد ايه حسب الافراد بتاعته. البيض ده حسب الافراد بتوع اللي في البيت.
احنا بقى هنا زي ما انتوا شايفين احنا جبنا البيض وجبنا الفلفل والملح والحاجة، وهنخش بقى ايه هنعمله. دي اكلة على فكرة جميلة برضو صحية، وتنفع معاكي لو انتي النهاردة مش عايزة تعملي لحمة او فراخ او سمك. برضو دي اكلة سريعة، ممكن يكون عندك بيض وبصل وفلفل وطماطم، فانتي هتعمليها. وطبعا احنا عارفين الطماطم غالية اليومين دول، فممكن لو انتي بقى ايه يعني ما تحطيش طماطم كتير، ممكن تحطي معلقة صلصة او حاجة لو عايزة تحطي مع الطماطم. هنا بقى هناخد البصلة بتاعتنا هنخليها لغاية ما تصفر كده في شوية زيت، 4 معالق زيت، وهتقومي مقلباهم، وهتحطي بعد ما تصفر هتحطي عليها الفلفل الكوبي. انا هنا حاطه قرن فلفل كوبي وقرن فلفل حراق، وتخليهم لغايه ما يتبلوا. طبعا الفلفل هيستوى شويه مع البصل عشان الفلفل محتاج سوى شويه يعني مع البصل. هتقلبي فيهم لغايه ما البصله كده تستوى وتبقى جميلة. وانتي بعد كده بقى هتقومي ايه طبعا احنا مقطعين الطماطم، وهتحطي معلقتين صلصة لو عايزة تحطي، بس انا هنا ما حطيتش. عادي الصلصة ممكن انتي تحطيها وممكن لا عادي. هنا بقى عملنا البصل اهو بالفلفل. يلا بقى لو وصلتي لغاية هنا ما تنسيش اللايك وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا بصوا يا حبايبي احنا عملنا دلوقتي البصل اهي والفلفل، واحنا واقفين كده نسبح يا بنات، لو احنا واقفين في المطبخ او نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. طول ما انتي قاعدة كده اذكري ربنا سبحانه وتعالى، والله هيبارك لك في بيتك في اولادك في كل حاجة. طول ما انتي واقفة كده بتغسلي المواعين ولا حاجة، اقعدي سبحي استغفري ربنا سبحانه وتعالى. صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. دي كل حاجات دي مفيدة لينا، هتبارك لك بيتك وولادك وكل حاجة ان شاء الله بإذن الله. هنا بقى بعد ما خلصنا البصل والفلفل زي ما احنا شايفين كده البصلة بدأت انها تصفر. هنحط بقى الطماطم المكعبات اللي احنا عملناها. ولو يعني الطماطم ما كانتش حمرا قوي، اليومين دول الطماطم غالية جدا، اسعارها غالية ب25 هي والبطاطس، فبرضو دي وجبة ما تعتبرش ان احنا وجبة موفرة. هنحط الطماطم اهو، لو انت عايزة تحطي معلقتين صلصة حطي، مش عايزة تحطي خلاص لو عندك يعني معجون صلصة. هنا زي ما احنا شايفين كده، او زي ما بنقول مفيش اكل بقى رخيص كلنا يعني بندبر على قد ما نقدر. وهنحط بس شوية مية عشان خاطر الحاجات دي تستوي مع بعضها كده. وطبعا هنحط الملح والفلفل بتاعنا، الفلفل الاسود والملح زي ما انت بقى تحبي يعني. عايزة تحطي معلقة ملح ومعلقة فلفل براحتك، عايزة تزودي الفلفل برضو براحتك، دي حاجة بترجع ليكي انت. ممكن انا اكون بحب الملح كتير في الاكل، ممكن انتي ما تكونيش بتحبيه، او ممكن حد يكون مثلا مش بيحب الملح خالص، براحتك. الملح والفلفل يا جماعة مش حسب الوصفة، حسب رغباتنا احنا او احنا بنحب ايه. زي ما احنا شايفين كده هنستنى عليها لغاية ما تتسبك خالص، والطماطم بقى مع البصل تتسبك خالص خالص كده، ونشوفها انها اتسبكت كده زي ما بنقوله قعدت تبقبق كده. احنا طبعا بنعملها كده نهرسها في الطماطم. وبعدين بقى هنحط عليها البيض بتاعنا بس بعد ما تتسبك، ما ينفعش نحط البيض دلوقتي خالص، لما تتسبك كده نبقى ايه. على فكرة انت ممكن تبشري الطماطم، احنا هنا بنحبها مقطعة يعني زي ما انت شايفة كده، والفلفل مقطع حتت كبيرة. لو انت عايزة تخليها اصغر من كده براحتك برضو، لو عايزة تبشري الطماطم وما تحطهاش كده مكعبات زي ما انا حطاها برضو براحتك. هنا بقى كانت استوت شوية كده، عايزة تحطي برضو فص توم براحتك برضو، بس انا هنا مش بحب فيها التوم. هنا بقى هحط البيض بتاعي اللي انا عدد، طبعا البيض اللي انت عاوزاه، حطي عدد يعني افراد الاسرة بتاعتك، سواء بقى 3 4 اللي انت عايزاه. يعني عايزة تعملي صينية كبيرة زي اللي انا عاملاها، عايزة تعملي مثلا طاسة فيها بيضتين، براحتك، ده يرجع ليكي انت. وطبعا كل واحد حسب احتياجاته وحسب اللي هو بيحبه طبعا في البيت بتاعه. احنا هنا حطينا على عدد افراد الاسرة بتاعتنا. وبعدين بعد ما احنا هنخلص البيض هنوطي عليها بقى. بعد ما حطيت البيض لازم توطي النار، اوعي تسيبيها عالية، هنوطي النار عليها لغاية ما تستوي خالص، لغاية ما البيض ده ينشف. هوريلكوا هيبقى عامل ازاي. هيبقى كده جامد كده وحلو. بعد كده هنقوم ايه قافلين عليها بالغطا اهو، وهنوطي عليها النار خالص
زي ما احنا شايفين كده. هنغطي عليها بقى ايه ونسيبها على نار هادية لغاية ما تستوي، لغاية ما البيض بتاعنا يستوي. وزي ما احنا شايفين كده اهو البيض استوى بتاعنا والطماطم والبيض بقى شكله جميل. عايزة ترشي عليه حبة فلفل اسود من على الوش، عايزة، بس احنا هنا مش بنحب عليه فلفل اسود. وطبعا حمرت شوية بطاطس وقضينا بقى اليوم ده. اي نعم هي كانت زمان وجبة بسيطة ورخيصة، لكن دلوقتي بصراحة مش وجبة رخيصة خالص. هنا بقى كل واحد بياخد البيضة بتاعته مع التحابيش اللي احنا عملناها مع البطاطس المحمرة. ودي برضو كانت أكلة من الأكلات الحلوة اللي ممكن تساعدك لو انتي مش عايزة تاكلي فراخ ولا لحمة ولا أي حاجة النهاردة. هنا بقى نيجي للحمة المشوية. طبعا أنا عارفة ان كلكم تعرفوا تعملوها، والمكرونة وسلطة الطحينة. هنعمل بقى ايه المكونات. هجيب ربع لحمة للشوي، بس تكون رفيعة شوية. طبعا دقتها وغسلتها كويس، وبعدين بشرت بصلاية وبشرت طماطماية، وحطيت كمان شوية ملح وشوية فلفل اسمر وشوية شطة وكمان ليمونة وشوية خل. بصوا يا حبايبي المكونات بتاعتها سهلة جدا، بس لما تيجي تشوي اللحمة خليها قعديها شوية، يعني شوية كده 3 ساعات او ساعتين لغاية ما تشرب التتبيلة بتاعتها دي، وبعد كده اشويها. طبعا هنشويها على جريل، هنشويها على حاجة، والله حتى لو على صفي يعني اي حاجة عندك تكون صينية مثلا مش محتاجاها او حاجة قديمة ممكن تشوي عليها اي حاجة في البيت. المهم ان احنا نتصرف ونعمل لولادنا اكل جميل. بصوا يا حبايبي انا هنا حطيت البصلايه اهي وحطيت الطماطمايه عليها. طبعا انا بشر الطماطمايه دي، وبعدين هي الطماطمايه كانت كبيره شويه، وهنا حطيت الملح والفلفل والشطه، وكمان هعصر الليمونه عليهم، وهحط شوية خل. عايزة تحطي شوية زيت حطي براحتك، انا ما حطيتش هنا زيت بصراحة لان انا هحط زيت على الجريل اللي انا هشوي عليه. فبصوا بقى حبايبي هنا، وطبعا نسيبها شوية، يعني مثلا لو هتشويها سيبيها ساعتين قبلها او 3، غطيها وسيبيها في التلاجة، وان شاء الله هتبقى لحمة جميلة معاكي. احسن طبعا ما تجيبيها من بره واللحمة بره. يعني هنا مثلا جبنا ربع لحمة ب75 جنيه، وهنعمل شوية مكرونة جنبهم، قولي نص مكرونة او كيلو مكرونة، وهتبقى والله يعني الاكل هتكلف حوالي 100 جنيه كده لو عندك الصلصة في البيت، وهتبقى زي الفل. هنا حطينا حبة خل، عايزة طبعا تحطي معلقتين زيت، بس انا بحاول ان الاكل ما يبقاش فيه زيت كتير او سمنة كتير زي ما انتي شايفة كده ومتابعين. لو بقى خلصتي لغاية هنا ياريت تشتركي في القناة وتفعلي في زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا يا حبايبي هنا طبعا انا عملتها كده، شربتها في كل التتبيله اللي انا عندي، وبعدين هنسيبها شويه زي ما احنا قلنا، هنسيبها ساعتين او حاجه. زي ما انتوا شايفين كده هي طعمها والله جميل جدا. وممكن تقومي حاطه كمان في ورق فويل، بعد ما تطلعيها تحطيها في ورق فويل وتحطي تحتها جرجير كده، تقطعي جرجير. هنا بقى هنعمل سلطه الطحينه عمل ما هي تشوي. هنا الطحينه دي انا كنت عاملاها في البيت وحطها في علبه، وهقول لكم الطريقه هنزلها لكم. والله ارخص من بره بكتير، الطحينه دلوقتي غاليه. فاحنا هنستخدم كمان ملح وكمون، وهنا مش هنحط فلفل اسمر، ملح وكمون وشطه وليمون وايه وشويه ميه وخل. هو ده بس سلطه الطحينه اللي احنا هنعملها، بس ما تكتروش الملح عشان ما تبقاش مالحه قوي. هنا بقى هنحط معلقتين او 3 من الطحينه زي ما انت عايزه تعملي طبق كبير حطي شويه حلوين كده. انا طبعا عامله البرطمان ده وشايلاه في التلاجة، ففي اي وقت عايزين نعمل سلطه الطحينه بنطلع. هنا برضو هنقوم بقى مخففينها. بصوا والله زي اللي بره بالظبط، لان انا عاملاها بالسمسم، وهبقى انزل لكم طريقه الطحينه اللي بالسمسم دي. بصوا زي كاني جايباها من بره، واحلى والله كمان بالطعم. هنا بصوا بزود ميه حبه حبه لغايه ما تبقى اوصل للسمك اللي انا عايزاه في الطحينه. عايزاها تبقى خفيفه، عايزاها تبقى تقيله، براحتك اللي انت عايزاه. انا بحبها متوسطه، ولا خفيفه قوي ولا تقيله قوي. وهنا برضو الطحينة مغذية جدا برضو، ومغذية جدا لينا احنا كستات. لازم تاكلي سمسم كتير عشان عظمك. السمسم مفيد جدا للعظم طبعا، عشان كلنا اغلبيتنا بنشتكي من عظمنا.
فاحنا هنا يا حبايبي عملنا الطحينة زي ما انتي شايفة كده، وبعدين هحط عليها، طبعا احنا واخدين ليمونية فمش عايزين نكتر الملح. هنعصر الليمونة وهنحط شوية خل وهنحط الكمون وهنحط الملح والشطة وقلبيهم لغاية ما يبقى جميلة كده معاكي، وهتاكلي احلى سلطة طحينة مع المشويات مع اللحمة. وطبعا هنعمل شوية مكرونة، طبعا كلنا عارفين بقى طريقة المكرونة الجميلة اللي احنا بنعملها. هنا برضو اهو كنت بعصر الليمون. يا ريت بقى تحطي لي اللايك كده يا حبيبتي وتشتركي في القناة. يلا بينا يا حبايبي. ايوه هنا حطينا كل البهارات اللي احنا عايزينها. طبعا انا عارفه ان كلكم تعرفوا تعملوها، بس والله دي افكار انا بقولها اللي حابه طبعا تجرب وتعمل نفس الطريقه. وخلي بالكم انا ما بحط الزيت كتير ولا بحط حاجه في الاكل عشان يبقى الاكل صحي، عشان خاطر ما نتعبش. يعني كل ما تزودي الدهون في الاكل بتبقى الواحد بيتعب منها، فاحنا مش عايزين نتعب ولا حاجه. هنا برضو زي ما انتوا شايفين كده كنت عملت الطحينة. وطبعا بقى هروح اشوي اللحمة. هتشويها بقى باي طريقة، على الجريل زي ما احنا اتفقنا، او هتشويها بقى على، ان شاء الله تكون عندك صينية انتي مش بتستخدميها مثلا، دي خليها للحاجات المشوية اللي انتي عايزة تشويها. خليها دايما قدامك كده تشوي عليها اللحمة، تشوي عليها الكبدة. وهقول لكم برضو طريقة الكبدة المشوية، وهقول لكم ان شاء الله انتظروا مني حاجات كتيرة ان شاء الله بإذن الله لما في القناة. ويا ريت بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان خاطر عشان قناتنا تكبر. هنا بقى كنت خلصت خلاص المكرونة واللحمة، شويتها كده وحطيت عليها خيار وزينتها كده للولاد. يا رب يا رب اكون بفيدكم بكل الافكار المفيدة اللي هتنفعكم في بيتكم ان شاء الله بإذن الله. هنفضل كده نعمل افكار ان شاء الله. يا رب اكون بقدم لكم. خلي بالكم في حاجات جميلة في القناة، تدبيرات وازاي تعملي ميزانية اليوم وازاي تعملي ميزانية اسبوع وازاي تقضي اليوم باقل التكلفة. هتعجبك الميزانيات دي، ادخلي عليها وانت ان شاء الله باذن الله هتستفادي.